أيوب تلميذ من بلدية العبادية غرب ولاية عين الدفلة اطلع على مبادرة تبادل الكتب المدرسية المستعملة. السلام عليكم. راك عم يدير مبادرة في فيسبوك على كتب التي أطلقها أحد النشطاء في العمل التطوعي عبر الفضاء الأزرق ليكون محله التجاري مسرحا لها. شفت هذه المبادرة في فيسبوك وجبت السنة خمسة ابتدائي وديت تاع الأولى متوسط، وهذه المبادرة عجبتني ووفرت علينا دراهم، وفرت علينا 2500 دينار في بلاصة ما نشروهم نبدلوهم، بدل أن نشري كتب نشروهم حوايج، نشروهم صوالح وغد آخرين، أدوات محفظة. ان شاء الله حنا بدلنا له هذا، انا عطينا له تاع السنه الخامسه وعطينا له السنه الاولى متوسط، والعام الجاي ان شاء الله يجيب لنا تاع الاولى متوسط بيكون يقرا، ونعطوا له ثانيه متوسط وهي رايحه. وهذا المبادره راهي للجامع، السنه الثالثه الرابعه الثالثه وقال 250,000 المجموعه تاع الكتب. والله غير تاثر اللي عنده 2 3 شحال يشري كتابات، يشري الكرنيات، يشري الطابليه، يدخل يقرا ويشري مصبات. والله غير الله يكون في العون. هات كتاب وخذ كتاب، لا ترمي الكتب المدرسية المستعملة، ما لا تحتاجه أنت يحتاجه غيرك، هو شعار نفس المبادرة بمدينة العطاف في طبعتها الخامسة. هات كتاب وخذ كتاب، يعني هات سنة ودي سنة، عوض أنك ترمي الكتاب تجيبه تحطه هنا عندنا، يجي أخ واحد آخر محتاجه ما يروش يشريه بثمن باهظ. حنا خممنا أن هذا المواطن اليوم أصبح اليوم المداخيل تاع المواطن قليلة، حافظنا على القدرة الشرائية تاع المواطن. مبادرات هنا وهناك لتبادل الكتب المدرسية المستعملة إن دلت على شيء فإنما تدل على التضامن الموجود بين أفراد المجتمع الجزائري.